اهلا بحضراتكم مشاهدينا، كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده هنتكلم عن شاعر في الحقيقه اشعاره جميله وعايشه بيننا الى الان، من مطلع الستينات القرن الماضي. طبعا هو واقرانه الشعراء في هذا الجيل او ذلك الجيل الذي يعني ولى قدموا اروع الفنون على مستوى الكلمات والالحان والتوزيع الموسيقي. المكتبة الموسيقية والغنائية اللي موجودة في الإذاعة أو في التلفزيونات أو في البيوت غالبا يعني هي المتصدرة وبنيت عليها يعني التشكيلة الغنائية في الأيام اللي احنا عايشينها من الثمانينات والتسعينات و2000 و2020. عبد الفتاح مصطفى شاعر بدأ الشعر فصحى بشكل طبيعي زيه زي جيل الستينات، وطبعا اتجه سرعان ما اتجه يعني إلى الشعر الغنائي وكتابة السيناريو والحوار لمسلسلات وأفلام سينمائية، وأصبح له بصمة. يعني كان يحب الطريقة الصوفية الروحية، وظهرت في أشعاره الدينية كثيرا، وكتب أشياء احنا عشنا عليها في الحقيقة. عتوتة والساقية وأنا من تراب، وطبعا مجموعة أدعية اللي قدمها الراحل عبد الحليم حافظ، وهو صاحب لسه فاكر قلبي يديلك أمان لأم كلثوم. طبعا مفيش بعد كده لهواة الأغاني العاطفية يعني. وهو اللي كتب سحب رمشه، ألحان عبد العظيم محمد، وغناء طبعا محمد أنديل، وأشياء كتيرة قوي في حياة الراحل الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى. أنا استمتع النهاردة بضيفي الكريمين. يعني طبعا معايا في الاستوديو دلوقتي الكاتب الشاعر والمسرحي الأستاذ أشرف أبو جليل. بعد التحية يا أستاذ، الحمد لله على السلامة. أهلا بك. الله يخليك. أهلا بيك. الله يخليك. وطبعا إن شاء الله يكون معايا الشاعر حسام العقدة في الفقرة القادمة، وهنتكلم عن أعماله في المسلسلات والمؤلفات والسينما إن شاء الله. لكن يعني بكرر التحية أستاذ أشرف، الحمد لله على السلامة. الله يخليك، وكل سنة وانتم طيبين ودايما بخير يا رب. كان جيل متميز بصراحة. صحيح. وطبعا يعتبر برضو على رأسهم عبد الفتاح مصطفى وغيره من الشعراء الكبار. صحيح. عبد الفتاح مصطفى قصة برضه. يعني هذا الطالب الذي يراسل الصحف وهو ما زال طالبا في المرحلة الثانوية، فتنشر له إحدى الصحف دون معرفة قصيدة، فتتلقفها الإذاعة وتتصل به وتتواصل معه وتدعوه أن يمدها بعدد من النصوص. فكانت هناك لجنة منعقدة تقرأ النصوص، فتجد فيه أيام اللجان يعني. أيام اللجان، يوم أن كان يعني لا تمر كلمة. يعني هو دلوقتي ما فيش لجان منعقدة لا البتة؟ لا أظن هناك لجان، ولو في لجان ولا يبقى في بس معطلة شوية؟ لا أظن أن هناك لجان إطلاقا، لأنه هيبقى حتى حرام إنه تبقى فيه ناس تعدي بلجان وناس تاخد لأنه لما تعمل معيار كانت اللجان دي لكل الناس. إنما دلوقتي تبقى شركات الإنتاج عمالة تنتج، والتاني ده لازم يمر بلجان، يعني غيره لا يمر بينما هو لازم. لا طبعا. إنما فيتم اكتشاف ده وتعطى أغنيته إلى محمد عبد الوهاب. تخيل أنت بقى، يعني من غير ما يكون هو موجود، ولا له علاقة ولا يعرفه، ولا محمد عبد الوهاب يعرف إن ده طالب صغير السن في ثانوية عامة مثلا أو حاجة كده.
طبعا شيء يعني دي لجنة القراءة في الإذاعة، في الإذاعة بتختار مختارات من تختارات الشعراء اللي مختارات من بيراسلوا، المختارات، ثم ويختاروا ملحن مناسب ليه. تقترحها على ملحنين، فمن يعجبه لحن فيتم الإجراء. أعجب عبد الوهاب بأغنية لهذا الشاعر ولا يعرف أنه صغير السن، وطلب مقابلته، فيروح يقابله في البيت فيكتشف ان هو ولد صغير لدرجه انهم يشكون فيه، هو انت اللي كاتبها فعلا ولا كذا وبتاع. طالب ثانوي وما تعرفش، او ربما تعرف انه في النهايه الاغنيه تم ركنها 10 سنين رغم ان هو خد 2 جنيه اجر تاليف. اتركنت 10 سنين لغايه لما بعد 10 سنين ولمع نجمه وبقى عبد الفتاح مصطفى يعني اتعرف في الاذاعه وخلاص وكده، تمت تلحينها بحد غير عبد الوهاب خالص واتغنت، لكن كانت عن النيل وعروس النيل اقصد انه هذا الفتى النابه او هذا الشاعر الذي تربى تربيه اثرت فيه. والده كان من علماء الازهر، ويعني بيت في حي الجماليه بالقاهره في مجموعة مؤثرات أثرت في تكوينه الثقافي والمعرفي. هو ما حدش يقول سحب رمش ورد الباب دي إلا لما يكون واحد بالظبط يعني حواري، يعني طبعا حواري طبعا حواري القاهرة وعالمها الجميل الهادئ أيضا الذي يعرف مجموعة قيم ومجموعة حاجات، وفيه الحياء وفيه أيوة. فيه حاجات، مجموعة عوامل أثرت في هذا الشاب الخارج للحياة حديثا. أولا على المستوى الثقافي كانت المدرسة الرومانسية قد أتت أكلها، لأنه هو يعني مواليد 24، فلما بدأ النشر صغير السن، لكن لما نعرف أنه هو دخل في الحياة بشكل عام الحياة الثقافية يعني على في بداية الأربعينات، يعني 43 44 45 كانت المدرسة الرومانسية أتت أكلها. يعني ناجي طلع دواوينه، وعلي محمود طه طلع دواوينه، والعقاد كتب اللي كتبه، واتعملت حالة من الرغبة في التجديد ولا بد من كتابة صورة ده كانت حالة متزامنة في الوطن العربي. بالظبط. فهو حتى لما يعني تقدر تقول أن مشكلات وجدان ومشكلات ساعتها كانت المدرسة الرومانسية هي المسيطرة، لم تكن مدرسة الشعر الحديث طلعت، وكانت الكلاسيكية بتسلم الراية إلى المدرسة الرومانسية. فهو يعني نشأ في بيئة يعني تنتصر للرومانسية والرقة وجمال الأسلوب والصورة أيضا الجميلة الرقيقة. وبرضو من الشغل الرومانسي هو تعدد الأفق القصيدة، يعني يكتب عن محبوبة قد تقرأها أنها الوطن وقد تقرأها أنها حبيبة عادية، وده اللي حصل في بعض قصايده يعني. دي كانت يعني تمهيدات للرمزيه اللي حصلت بعدين بعد كده في السبعينات فيكتب يعني قصيده يظنها الملحن وتظنها ام كلثوم نفسها انها قصيده حب، وهي قصيده في الذات العليه الذات الالهيه. يعني حب محبه وهيام. طبعا على ذكر ام كلثوم تعالى نسمع صوت ام كلثوم في لسه فاكر قلبي. مشاهدينا، والشاعر عبد الفتاح مصطفى نفسه بيعلق على صوت ام كلثوم وكتابته الاغنيه دي. انا ما كنتش اعرف ان ام كلثوم قاريه الاغاني او الامالي او العقد الفريد، كثيرا ما عالية وحقق جماهيرية مع ام كلثوم مثلا وعبد الحليم طبعا. احنا عشنا حوالي 30 ل 40 سنة على أدعية معينة بتتقدم قبل الفطار في رمضان. صحيح. بقى يعني صحيح. الدنيا اتغيرت دلوقتي شوية. اللي عايز اقوله انه زي ما اشرت قبل الفاصل الى هذا الوجود الرومانسي في حياته والمؤثرات الرومانسية، لما قامت ثورة يوليو لم تكن منبتة الصلة عن هذا التوجه، بل أن الثورة في حد ذاتها كانت فكرة رومانسية.
ويقوم عليها كتاب. يعني لما تعرف ان يوسف صديق شاعر، ولما تعرف ان جلال عبد الناصر صاحب روايه فتاه رشيد، ويوسف السباعي وعكاشه، ثروه عكاشه في الفن التشكيلي والبتاع، وخالد محي الدين في الفكر، تلاقيهم مجموعه مثقفين. ولذلك يعني كان وقود الثوره وبوقها وصانعها ومروجها مثقفون. كان المثقفين كانوا هم دعامة الثورة، هم اللي صنعوها، وهم اللي استعانوا بكل من يكتب وكل من له في الإبداع. ولذلك لأنها ثورة رومانسية، بمعنى أنها يعني كانت تعبر عن أحلام الناس وغيره. استقطبت معظم الشعراء، وكله دخل في بوتقتها وكله كتب. وتحول الشاعر الرومانسي قبل 52 إلى شاعر رومانسي قومي. تقول لي في حاجة اسمه شعر؟ في مدرسة ربما لا يلقى الضوء عليها، وهي مدرسة أيضا في الإبداع الفرنسي قبلنا بسنتين، عفوا بقرنين، بيسموها الرومانسية القومية. رومانسية قومية، طب ازاي؟ أيوه، هو بيتغنى ببلاده وكل ما يخص. موجودة في التراث العربي. يعني ده في كتب اسمها شعراء الحروب الصليبية. أيوه، يعني موجودة. اللي أقصده إنه حتى يعني لم يتم التنظير الجيد لهذه المدرسة، زي ما نظر للرومانسية وغيره والكلاسيكية والبتاع والاشتراكية والواقعية الاشتراكية وكل هذا الكلام، ما تنظرش. لا، في الرومانسية القومية لشعراء عندهم هذه النزعة الرومانسية، حتى في محبتهم للوطن، حتى في تبنيهم للقضايا القومية والوطنية وغيرها، ينحون نحوا فيه هذا القدر العالي من الرومانسية. استفادت ثورة يوليو من كل هذا الزخم اللي كانت مؤسساه المدرسة الرومانسية في مصر، فدخل في، يعني هتلاقي محمود حسن إسماعيل عامل أعظم الأناشيد، هتلاقي علي محمود طه عامل حاجات عظيمة، هتلاقي إبراهيم ناجي كاتب حاجات عن الثورة بعد ذلك، هتلاقي كل شعراء المدرسة الرومانسية انخرطوا في الملحمة الوطنية بعد 52. خاصة أستاذ أشرف أنه المجايل في ذلك الوقت لأحداث زي السويس أو الإسماعيلية أو صحيح. عدوان غاشم زي صحيح. 56 3 دول بيهاجموا، طبعا. وأنا أديب في المكان طبعا. ده، يعني ده أقل واجب. طبعا. طب بالمناسبة تعالى نشوف أغنية لعبد الحليم كويس عن بورسعيد، طبعا كلمات عبد الفتاح مصطفى. نشوف قال إيه ونرجع. غني تحت راية بورسعيد، تحت راية بورسعيد، الحمام بالغصن الأخضر جاي يكتب من بعيد، الحمام بالغصن الأخضر جاي يكتب من بعيد. النهارده عيد سعيد، عيد ميلاد عالم جديد، النهارده عيد سعيد، عيد ميلاد عالم جديد. يا شعوب الشرق غني تحت راية بورسعيد، تحت راية بورسعيد. انتصارنا كان بداية للشعوب، وانكسارهم كان نهاية للحروب. انتصارنا كان بداية للشعوب، وانكسارهم كان نهاية للحروب. والنهارده له معاد ويا القلوب، كل ما يمر الزمن معناه يزيد. النهارده عيد سعيد، عيد ميلاد عالم جديد، النهارده عيد سعيد، عيد ميلاد عالم جديد. يا
شعوب الشرق غني تحت راية. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا. الجملة في الأغنية بيقول يا شعوب الشرق غني تحت راية بورسعيد. الله. يعني شعوب الشرق كلها تغني تحت راية مدينة صغيرة، وهي في الواقع يعني من أصغر المدن في المصرية يعني تعدادا لسكان ومساحة. لكن شوفوا بقى الحدث التاريخي في ذلك الوقت خلى من بورسعيد أشهر مدينة في العالم، ونداء الشاعر يعني تلتف شعوب العالم العربي والشرق يعني جميعا حول راية بورسعيد. شفت الكلام صحيح. ده يا أستاذ طبعا أشرف؟ طبعا، ما هو ده اللي انا بقوله بقى، انه كانت المرحله دي مرحله تجسد اولا عداله القضيه المصريه وانسانيتها، واحلام الثوره كانت كلها في مساله التحرر الوطني، في الانحياز للفقراء والبسطاء، فده حلم كل شاعر وكل مثقف، انه يبقى هذا هو عالمه وهو ده اللي ينحاز له. فبالتالي فاضت قريحه الشعراء بكل ما هو وطني وكل ما هو جميل ويظل عبد الفتاح مصطفى برضه برومانسيته هذه يعني يكتب، وهي يعني حقيقة إذا كتب في الوطنية فهو رومانسي، وإذا كتب في كل في العاطفة فهو رومانسي، وإذا كتب حتى في حب الله وفي يعني مثلا الواقعة الشهيرة بتاعت الأغنية بتاعت أم كلثوم اللي هي غنتها وهي متصورة إنها هي أغنية عاطفية. أقول لك إيه عن الشوق يا حبيبي، أقول لك إيه ومين غيرك دريبي، ليالي في هواك أسهر وفكر، ومهما قلت لك في القلب أكتر. شوية إن أقول لك يا حبيبي، يا ريت فيه كلمة أكتر أوصف بها حبي. هذه المعاني غنتها أم كلثوم باعتبارها للمحبوب، فتداعبه بعد انتهاء الحفلة: أنت بتحب جديد ولا إيه؟ فيقول لها دي في قصيدة في حب الله وفي حب الذات الإلهي. شوف مدى الرومانسية حتى في التعامل مع الله. يعني حسستني انه كان بيتنصل من العاطفيه اللي هي يعني. لا، هو انا بتكلم على شوف الصياغه الرقيقه والراقيه في الاسلوب. الحاجه الثانيه انه كان بسيطا في الفصحى، بسيط، فيش هتلاقي كلمه في شغل عبد الفتاح مصطفى كله يعني فجه او معجميه او حاجه بعيده او عنده حاجه. الى رحاب الياسريبي اغنيه شهيره في جدا فيلم فجر الاسلام طبعا مثلا. وهي يعني هي اغنيه بسيطه يعني مثلا دعوه ابراهيم، الناس كلها حافظه دعوه ابراهيم ونبوءه موسى ترنيمه داوود وبشاره عيسى، محمد في الغيوب في لوحها المكتوب، بشرى تهز القلوب بالرحمه المهداه، والرسل والانبياء صرح عظيم البناء بناه رب السماء. اللي اقصده انه هو شاعر استفاد حتى من المبنى الرومانسي في تركيبة الصورة، وهتجد في معظم أشعاره يكثر بحر الرمل، وبحر الرمل فاعلات ده كثر كتير جدا في غنائي يعني غنائي وموجود. هتلاقي الأطلال لإبراهيم ناجي، الرمل، هتلاقي معظم الرومانسيين دي الظروف موسيقية وإيقاعية يعني بيختاروا البحر. بس هو الرومانسيين كثر عندهم استخدام بحر الرمل بهذا الشكل. كان جبران ومطران بيكتبوا برضو شويه نفس مثلا انت عارف مثلا اعطيني ويظل كان علامه يعني. طبعا وكل اغانيها حقيقه يعني محمد، كل اغانيها في الفيلم او في المسلسل او في كلها عامل اغاني فيلم الشيماء يعني. لها صدى كبير لدى الناس، وهي اصله يعني هو عصر كامل، الكلمه جيده واللحن جيد والغناء صوت قوي. رياض السنباطي تلقفه برضه يعني. طبعا يعني رياض السنباطي بدايه من هو شاب يعني ما قالش الكلمه بتاعت الراحل عبد الوهاب
يعني انت لسه صغير يعني. انما التاني اشتغل عليه. السنباطي كان، انا بعتبره هو الملحن الاول للقصيده الفصحى. يعني هو صاحب اكبر رصيد في الالحان الباقيه التي نستمع اليها، يعني في القصائد الفصحى. معظم قصائد ام كلثوم الفصحى تلاقيه عاملها السنباطي الفصحى. والقصائد الصعبه اللي هي يعني سواء البردة أو النيل أو يعني إلى عرفات الله أو كل الحاجات الفصحى اللي هي أراك عصي الدمع. هو شاعر يعني، بس مش يعني بالنسبة لعبد الفتاح مصطفى يعمل ملحمة طبعا، ويعمل معادل لحني، معادل في الألحان، معادل لحني يعادل هذا الكلام. وعارف هو يعني كل قصيدة له يعمل لها ما يعادلها، من كأنه مش بيعمل اللحن والمؤثرات. البعض يقول لك هو كان وقور زيادة، بينما عبد الوهاب جه حرك الآلات الموسيقية، ويعني بقى فيه نوع من الرقص داخل القصيدة الفصحى، ودي ظهرت طبعا في حاجات كتيرة. لا هو طيب، وهي يعني أنا متصور إنه مقطع زي هل رأى الحب سكارى مثلنا دي السنباطي يعني. لكن هو كان زي ما بقول لك كان تعبيريا، يعني بمعنى شوف المقطع اللي قبل هل رأى الحب سكارى هتلاقيه ينوح فيه نواح، فيؤدي نواح لأنه فيه بكائية يا حبيبي. إنما هل رأى الحب سكارى مثلنا، وقد تندهش باللي هقوله لك دلوقتي انه هل رأى الحب سكارى مثلنا ليست من الأطلال، يعني ليست من قصيدة الأطلال. ايوه في التعديلات يعني متاخده من نص تاني وخد يعني هو دخل الأطلال دي اللي بتغنيها أم كلثوم، دخل من نصوص متعددة أو من قصيدتين دمجهم لإبراهيم ناجي. المهم السنباطي كان ملحن عظيم، وبالتالي تلقف هذا الشعر وصنع منه حاجات يعني عظيمة جدا، وعمل يعني حاجات لهذا الشاب بغض النظر هو صغير ولا كبير ما يفرقش. أيضا من الذين تعاملوا معه بشكل جيد وشكل فيه تجديد، انت عارف كان بليغ فعلا من الناس المطورين. يعني عمل حاجات حتى مع أم كلثوم، حتى في الديني حتى مع أم كلثوم عمل. بليغ حد شاطر جدا وحد مبدع حقيقة، مبدع. يعني ايه مبدع؟ مش ملحن، مبدع لانه بيحاول يجيب الجديد ويرى في كل شيء ازاي يعيد صياغته مرة اخرى. ولعل قصته مع فتاح مصطفى والنقشبندي يعني كانت يعني تيجي نسمع مولاي. يا ريت الاول وبعدين نتكلم عليه. يا ريت. طب نسمع مولاي. يا ريت. إياك يا سندي مولاي يا مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي، بالدموع ندي، إني ببابك بنور وجهك إني عائف وجل، ومن يعد بك لن يشقى إلى الأبد، مهما لقيت
ومن سواك يرى قلبي ويسمع كل الخلائق ظل في يد الصمد أدعوك يا رب أدعوك يا ربي شفت يا استاذ اشرف الجمال؟ ايه السلطنه دي؟ ولا موت سلطنه؟ انا شفت شباب في العيله عندنا وبنات يعني بيتخانقوا قبل الفطار على طب نسمع الاول النكشبندي يعني. ايوه. انا لما اقول سلطنه هذا مصطلح موسيقي في مقام بياتي الخاص بهذه الاغنيه، سلطنه حقيقه. ايه بقى حكايه هذه الاغنيه وحكايه في النقشبندي مع فتاح مصطفى مع بليغ؟ السادات رحمه الله عليه كان يحب النقشبندي، وكان في خطوبه ابنته في استراحته في القناطر كان حاضر الخطوبه دي النقشبندي، وكان حاضر بليغ، وكان حاضر وجدي الحكيم طبعا باعتبار رئيس الاذاعه وكذا. فقال للسيد النقشبندي، السادات بيقول للسيد النقشبندي انا عايز، والوجدي الحكيم الاثنين، انا عايز بليغ والنقشبندي يجتمعوا الاثنين في عمل. طبعا من باب الموائمات وبتاع تمام وكذا وبتاع، لكن لما رجعوا النقشبندي الان انا يا استاذ وجدي هغني، انا بتاع موسيقى، انا مش بتاع موسيقى. ليه مش بتاع موسيقى؟ هو كان بتاع ابتهالات، والابتهال ده في فارق بين الايقاع، ما بيشتغلش على ايقاع، عارف زي تجربه الشعر الحر والشعر واصله لحد حكم الغناء. لا ما اقصدش من منظور ديني كمان، حتى من منظور فني. الابتهال المبتهل اشبه بالشعر الحر، ينتقل ملوش ايقاع معين، بينما الشعر العمودي انت عارف له ايقاعات. المبتهل يعني براحته يرتجل زي يرتجل ويطلع وينزل ويطلع وينزل ويعمل وما يعني مش ما ويقف ويمد ويعيد يعني اشبه بالقصيده الحره او العازف الحر او الموسيقى في التوزيع السيمفوني كده او الحاجات انما الثاني ده ايقاع، اللي هو ايقاعاتنا الشرقيه بتاعت بليغ وكده، ده فيها ايقاع. فقال له انا ماليش في الايقاع، انا راجل يعني. هو طبعا كان ينتمي للطريقه النقشبنديه المتصوفه، ده السيد النقشبندي. فانا ارجوك يعني اعفيني او بلغ بليغ وبلغ الرئيس اعتذاري، ومش يعني مش قادره. فقال له طب انت اسمع اللحن اللي عامله بليغ وفيه اشاره بيننا، هسيبكم نص ساعه مع بعض واجي، ان لقيتك قلع العمامه تبقى انت يعني عجبك الكلام، لقيتك لابسها يبقى انا هعتذر لبليغ بطريقه معينه وهقول له انه في عطل فني حاله دون الوداع، وبعدين نعدي اليوم ونقول انه ما حصلش وكده وبتاع. فالمهم سابه نص ساعه ورجع، جه لقي سيد النقشبندي قال على العمامه والقفطان كمان اللي كان لابسه، ويعني داخل في المود تماما وفي التسجيل، ودخل في ورشه عمل مع بليغ. بليغ عارف انه سيد النقشبندي بتاع يعني منشد سلطنه مع نفسه وسلطنه، فاختار مقام البياتي، وهو مقام فيه هذه مش منضبط الايقاع زي بقيه المقامات، انما هو فيه هذه المراوحات، حتى انه يعني علماء الحمله الفرنسيه قالوا انه عندهم المصريين عندهم لحن او نغمه مهتزه، لانه هو مش على وتيره واحده، انما ممكن يبقى هو هنا بليغ كان برضه باصص على الكلمات بتاعت عبد الفتاح مصطفى، وباصص يعني على هو لما يقول مولاي اني ببابك، ده معناه ان في مناجاه وفي دخول طبعا بهدوء الى طبعا باب الله طبعا. فهو كان لازم طبعا يعمل الدخله الحنينه دي كده طبعا. جنب ده بقى يعمل بليغ حمدي الحاجه العبقريه اللي هي بتاعت البطانه اللي احنا سمعناها دي. عمل بطانه كانها هي دي الايقاع، انها ما تقلقش انت راجل بتاع يعني ابتهالات
وبتعلى وبتطول، انا اعمل لك ايقاع ضابط للمساله. وانت براحتك. فيجيب له بقى المجموعه اللي عماله تعمل له الايقاع دي، مولاي اني ببابك مولاي اني ببابك مولاي، ده ايقاع، هو بيظبط الايقاع عشان يبقى. طبعا هو ما اكتفاش بانما عمل 6 الحان للنقشبندي فيهم هذا مش هقول اكتر من انه المصريين يستمتعون بهذه واصبحت ديدنهم، واصبح رمضان مرتبط بهذه الابتهالات بشكل يعني ياتي رمضان فيبقى ابتهالات النقشبندي حاجه اساسيه، زي قران محمد رفعت، زي يعني حاجات ثوابت بنى عليها المصريين وجدانهم. كان في الفترة دي اللي بيشتغل على الكتابة وبيقدم النصوص للإذاعة، الإذاعة في الحقيقة كانت بتقوم ب 70% من باقي الشغل يعني. طبعا. ليه؟ لأن بيختاروا الملحن والملحن يختار المطرب ويجتمعوا مع بعض والكاتب يكتشف أو يعني يفاجأ إنه كلماته قيد الإصدار صحيح والنشر يعني. صحيح. دي مسألة كانت، ولذلك هو يعني ما سابش حد تقريبا عبد الفتاح مصطفى في الفترة دي إلا واشتغل معاه من صحيح. النوابغ أو الصف الأول يعني. صحيح. عبد الحليم مثلا. صحيح. عبد الحليم هو اتجه، وده اللي أنا عايزه برضه في إطاره تغيرات المجتمع، يعني أنا عايز أربط الشاعر بتغيرات مجتمع. فترة الستينات والخمسينات هتجد فيه المد الوطني والأغاني الوطنية الثورية الكذا اللي فيها ملمح رومانسي، لكن مع انكسار هذا المشروع في 67 كتير من الناس اتدروشت، وكتير من الناس خدت منحى تاني وخدت اتجاه تاني، وجاء الرئيس السادات غذى هذا التوجه، ويعني برضو يعني فوجدنا انه عبد الفتاح مصطفى مثل غيره ينحو نحو الغناء الديني، فيعمل لعبد الحليم كل الشغل الأدعية اللي عملها عبد الحليم في السبعينات، مش الستينات على فكرة، سبعينات. يعني عبد الحليم غناها في السبعينات مع بعد انكسار 67 اللي هي فكرة العودة بقى إلى يعني ربنا وكذا وبتاع، ومش معناه انه كانوا ان الله هو المغيث بقى وانه في عون وكذا وبتاع. فيعمل مجموعة أغاني لعبد الحليم، ويعمل تعاونه مع النقشبندي، ويعمل طبعا هو له انجازاته في الشغل الديني من قبل كده، لان هو تربيته اصلا احنا قلنا محمد مثلا فيلم الشيماء عمل اروع الاغاني بالظبط. عمل مجموعه حاجات بهذا الشكل، وواكب ايضا العصر، وواكب الروح اللي موجوده في المجتمع او السائده في المجتمع، اللي افرزت في النهايه هذا التوجه الديني اللي تجلى فيه حاجات كتيره جدا. هو فرد منهم يعني، هو فرد منهم يشعر بالناس ويشعر بمأساتهم وازمتهم وغيره، فتوجه باعتبار انه الخلاص في انه ربنا سبحانه وتعالى. لو نفترض ان هو بيطلع من الجماليه ويوصل لغايه المبنى الاذاعه، سواء الاذاعه اللي في باب اللوق او هنا، فهو ماشي في قلب القاهره الخديويه، شارع شارع وحاره حاره لغايه ما يوصل طبعا. وده معناه ان هو كان نبض طبيعي لما يحدث حواليه يعني. طبعا، وده يبان حتى مهما عمل الاغنيه الشيك، ومهما عمل كذا، ومهما لسه فاكر قلبي يدي لك امان. انا عايزك بس تشوف الملمح الشعبي في لسه فاكر قلبي يدي لك امان، ولا فاكر كلمه هتعيد اللي كان، ولا نظره توصل الشوق. كان زمان كان زمان دي لغايه دلوقتي بنقولها. كان زمان دي ده تعبير شعبي دارج جدا، الكلام ده كان زمان. بدأ الشباب يستبدلوها أيوة. شويه كلمات دلوقتي بس عشان نقدر نقولها. ايوه بس هي معناها موجود. كان زمان او بقى قابلني، ده كان زمان، ده كان زمان الكلام ده، واخد بالك. فطبعا اللي عايز اقوله لك انه ده تظهر مهما كانت الاغنيه فيها هذه الشياكه اللي تليق بام كلثوم والصنباطي الكلاسيكي. هو اللي كتب السيناريو والحوار يعني، طبعا هنأجل الكلام فيه، بس انا عايز اقول كتب السيناريو والحوار لمسلسل محمد رسول الله. يعني بهذه القوه في الفصحى، هذه القوه في الفصحى، لكن ينزل ويقول هو ده استلهامه، ويطلع بقى ما اعرفش. لما تقول سحب شبع من هذه الروح المصريه، لما يكتب الشغل الرمضاني والاوبريتات الرمضانيه، وكلنا واحنا اطفال كنا نسمعها،
وكنا نستمتع بها، والوجدان الشعبي البسيط للناس البسيطه عذراء الربيع، حتى كلمة عذراء الربيع كانوا بياخدوها طبعا. يعني إفيه كده. والمهم اللي عايز اقوله لك انه هو شاعر كان ايضا في وسط الناس، مش بس على مستوى الكلمات تبدو في بعض مقاطع في بعض الشعر في بعض، انما هو حتى في محاوراته على فكره وحواراته مع الاعلاميين وغيره كان خفيف الدم، وكان يعني لا يشبع ولا يمل المحاور من محاوراته. سمعت له بعض المحاورات وانا اعد لهذه الحلقه، يعني خفيف الدم. ولما تشوف وهو بيتكلم عن مأساة الأغنية الأولى اللي خدها عبد الوهاب وبعدين اتركنت 10 سنين بيقولها بكوميديا، بكوميديا شديدة جدا، وكيف أنه لما زار عبد الوهاب في البيت وعبد الوهاب وقال ده في التلفزيون، فبالتالي لا أستحي أن أنا أقوله تاني، قبله بالكلسون وكذا، فبقى مندهش انه ده عبد الوهاب، يعني اللي هو يعني الناس يعني كذا، فبقى هو نفسه مش قادر حتى يبص لا هو في البيت انسان طبيعي. انسان طبيعي. اللي انا اقصده انه اقول لك ايه، هو دمه خفيف لانه راصد حتى الحكايه اللي هو طرف فيها بيقولها بكل اريحيه باريحيه وغيره. هو كان يعني شاعر، عايز اقول لك انه استفاد من تجربته الرومانسيه، فتحولت في الخمسينات والستينات الى رومانسيه وطنيه، تحولت في السبعينات لغايه لما توفى في عام 84 الى رومانسيه دينيه فيها ادعيه غناها عبد الحليم، وكل حتى ادعيه عبد الحليم الناس تسمعها في التلفزيون يا رب، دعاء يا رب، دعاء يا خالق الزهره، انا من تراب والساقيه، الحاجات دي كلها الناس بتسمعها بخشوع شديد. وطبعا في تجربته نفسها كتير من الدروس المستفادة. على فكرة التلفزيونات بشكل عام ما قدرتش تشيل الدعاء ده إلا مؤخرا يعني. طبعا بقاله دلوقتي طبعا حق الإذاعة والحاجات دي، لكن كان معتمد بشكل غير طبيعي. صوت عبد الحليم كان هو الصوت الرئيسي جنب النكشبندي في حالات الصيام والتحلل بالصيام طبعا. في دروس كتيرة طبعا مستفادة من تجربة عبد الفتاح مصطفى. عبد الفتاح مصطفى كشاعر غنائي، وهو كان في التوقيت اللي لمع فيه وصولا لل 84 كان في برضه نجوم لا تقل أهمية عن عبد الفتاح مصطفى من شعراء الأغنية تحديدا. طبعا يعني احنا ذكرنا عبد الوهاب محمد، مرسي جميل عزيز، يعني كامل مصطفى عبد الرحمن شاعر فصحى وعامية. متحيز انت للمصطفى. لا هو انا يعني حبيته من ساعة، انا اصلي كنت وانا في دار العلوم استضفته، كنت رئيس جماعة الشعر في دار العلوم، عندي قصاصة. مين اللي غنى له؟ غنى له السنباطي نفسه، غنى له ميادة الحناوي، وغنت له ام كلثوم، وغنى له اشواق. اشواق، دي من الحاجات الرومانسيه الجميله اللي اللحن بتاع السنباطي هو اللي عالي جدا. يعني الاشواق دي هتف الصبح وغنى بنشيد رائع اللحن شجي النغماتي. شو خد بالك هذه كلهم المدرسه الرومانسيه. انا شايف ان البطل فيها كان ميادة الحناوي. يعني ما طبعا اتحيز لجمال الصوت في هذا الثلاثي الخطير اللي حصل. جمال صوت ميادة الحناوي هي كانت الجسر الحديدي الصلب اللي وصل الكلمات واللحن لمنطقة عالية جدا. طبعا كل واحد متميز من الثلاثة يعني. أنا بستمتع بيها الصنباطي حقيقة، بستمتع بيها جدا. طبعا هو أستاذ كبير. هو غناءه غناء. المهم اللي عايز أقوله لك إن هو هذا الجيل فعلا جيل يعني واكب عصره، وقدر يطوع التيار الرومانسي في الأربعينات غير الخمسينات غير السبعينات، وكتب في كل هذه العصور. برضو من ضمن الحاجات الملمح العام في الجيل ده هتلاقي مثلا كتير من الناس اللي دخلوا في موضوع الإعلام بشكل عام، يعني سواء يغنوا، يعني يقصد يغنى لهم أو يكتبوا سيناريوهات أو غيره أو كذا، لم يهتموا بجمع أعمالهم في دواوين. يعني هتكتشف أنه هذا الشاعر الكبير
اللي غنت له ام كلثوم وغنى له عبد الحليم وغنت له الامه كلها. طب ما هو كل اغنيه غنتها ام كلثوم ده ديوان عليه 6 اختام. اي صحيح، من الاخر يعني. صحيح. شوف دي حاجه زائد انه ده ملمح ميكنه او الميكانيزم اللي كان حاصل انه يقوم الصبح جري يروح الاذاعه، لان في 3 اشياء في الاذاعه هتتم النهارده، وان رمضان داخل علينا ومطلوب مني 12 نوع عمل من الكتابات. صحيح. فهو يعني ده احنا يعني انا طبعا هم حققوا نجوميه بس على حساب انفسهم، لانه ضغط عالي جدا، يعني يحترق ذاتيا بسبب الكتابه الصعبه المتتاليه. صحيح. يعني يمكن الملحن بياخد كلام ويلحن الدنيا، انما الكاتب ده بيصنع الحاله من البدايه. صحيح. فهو يعني واحد من الناس دي. تخيل يعني لولا ان جمعت قصائده كده في ديوان صادر من هيئه الكتاب، هو بقى بصراحه اسمه قصائد فتح مصطفى. هو لو خوفا من التكنولوجي دي اللي حاصل، انه الفلاشه دي تندثر والكمبيوتر ينتحر، ماشي، يبقى المطبوع ده مفيش مفر منه. بالظبط. والمطبوع نفسه حتى في حد ذاته دلوقتي بالطبع لا تظن انه فيها هتبقى فيه طبعات تانية جايه، كله بقى برضه هيبقى برضه الكتروني وهيبقى حاجات وبتاع، يعني حتى الورقي ده الورقي ده محتاج وصيه. لكن يعني تعطينا سيره فتح مصطفى دروس كثيره جدا، اولها انه رعايه الموهبه، رعايه المواهب ده إذا ما رعينا نبتة من البداية صارت نجم كبير في المستقبل. هذا الشاعر الذي يعني أرسل قصيدة إلى صحيفة فتبنتها ونشرتها، هل اكتفى الموضوع؟ فتجد الإذاعة من يقرأها ويتصل عليه ويتواصل معه ويطلب منه أن يمد الإذاعة بأعمال. لسه فاكر كان زمان كان زمان. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ اشرف ابو جليل، الكاتب والشاعر والمسرحي، ونلتقي على خير ان شاء الله على هامش شخصيات اخرى. اشكرك. الله يخليك. الله يخليك. لسه طبعا فاكر دي خلاص احنا خلصنا منها، لكن في تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش بعيد عنك بصوت مدحت صالح اللي غناها محمد فوزي، كلمات عبد الفتاح مصطفى. في هذا الفاصل ثم نعود.